اخونا العزيز من الجزائر بيقول لنا ليه الاسعار غاليه عندكم؟ التجميعه دي بتلاقيها عندنا ب 110 دولار، لو نحولها بالدينار تلاقي 4000 جنيه، قصدك بالجنيه. ليه ليه غاليه كده؟ وشكرا. بص يا سيدي، غاليه عندنا عشان كذا عامل. اولا، احنا هنا في مصر عندنا جمارك. اسعار الجمارك في مصر ما شاء الله مبالغ فيها زياده جدا، حاجه جايبها بره عليها جمارك عاليه جدا في مصر. تاني حاجه، ان الحاجه بتوصل من تاجر واثنين وثلاثه. بمعنى في واحد بيجيب مستورد من بره، بيجيب الكميات، بيجي لك مثلا 1000 كيس ولا 2000 كيس ولا 3000 ولا 10000 كيس زي ما يجيب. في واحد بياخد منه تاجر صغير، تاجر اصغر منه بياخد، في تاجر كبير هو اللي بيجيب من بره، بعدها تاجر صغير بيجي ياخد منه، وبعدها تاجر اصغر بياخد منه، وبعدين بتوصل لنا. عشان انت حاجه توصل لي بتعدي على 3 تجار تقريبا، فكل واحد بيحط سعر، ده سعر وده سعر، كل واحد بيحط هامش ربح في الثلاثه او الاربعه اللي بيعدي عليهم، غير ثمن الجمارك اللي جايه بيها، غير ثمن الشحن والشيل والخط، غير كل واحد. الاسعار في مصر غاليه، الاكل والشرب غالي، كل حاجه غاليه، فكل واحد عايز يحط مكسب عشان يعرف يعيش. فعشان حاجه توصل لك المستورد بقى معدد على 3 تجار فتوصل لك غاليه. فهمتني حاجه توصل مصر غاليه ليه؟ بره مش حاجه زي كده، حاجه بره رخيصه، واسعار التكنولوجيا في مصر غاليه. وكل اغلب الحاجات التكنولوجيه في مصر يعني اسعارها غاليه، تليفونات، كمبيوتر، شاشات، ثلاجات، اي حاجه تكنولوجيه في مصر غاليه قوي. يعني اصلا ارخص حاجه في التكنولوجيا في مصر هي اجهزه الكمبيوتر، رخيصه جدا فوق ما تتخيل. يعني انت ممكن تجيب جهاز كمبيوتر مثلا ب 3000 جنيه، ب 4000 جنيه، شغال لك بيس 21. اه والله. انت هتعرف تجيب تليفون ب 4000 جنيه شغال بيس 21؟ مش منطقي، مفيش تليفون هيشغلها كده، مفيش تليفون بالسعر ده هيشغلها لك. فافضل حاجه هو جهاز الكمبيوتر. بس بالنسبه للاسعار، اسعار في مصر هنا غاليه جدا بالنسبه للبلاد الاوروبيه. وكمان في فرق كمان، مش كده كمان، سعر الدولار غالي. الدولار في مصر كام؟ عامل 50 جنيه في البنك، 50 جنيه في البنك، بره تلاقي معاه 55 جنيه. فالاسعار بره غاليه، فرق الدولار وفرق تحويل العمله، واقتصاد مصر اصلا وقع، فعشان كده تلاقي الاسعار غاليه كلها.